معاكم فيديو جديد وروتين جديد. الفيديو بتاع النهارده هيعتبر روتين من تنظيفات العيد، وكمان هنفرش فيه المشتريات اللي اشتريناها الفيديو اللي فات، اللي هي المشتريات بتاعه المكتبه او الديكورات بتاعه البيت عموما. هنفرشهم مع بعض. لايك وشير بقى للفيديو، تابعوني لاخر الفيديو عشان الفيديو ده هيشجعك جدا. هننضف، عارفين التنظيفه العميقه اللي هي تنظيفه عميقه بس برضو من على الوش، يعني من غير ما نبذل مجهود جامد قوي. هي ديت التنظيفه بتاعه النهارده. يلا نبتدي الفيديو بتاعنا. خد لايك دلوقتي للفيديو ويلا نبتدي الفيديو بتاعنا. اول حاجه انا لسه جايه طبعا اهوت من بره، كنت بجيب شويه حاجات. عايزه اقول لكم بصوا ان اسعار الشوكولاتات بقت اقل حاجه في الشوكولاته يعني 110، اللي هي الشوكولاته اللي ما تتاكلش اصلا يعني. فيعني ربنا يعيننا على الاسعار ديت. اول حاجه ده غسيل انا لماه، روتين ليلي، احنا بالليل العشاء هي بتأذن. المهم هشيل بقى الغسيل ده، انا كنت لماه هشيله هيتطبق، وهنشوف التنظيفه هتبتدي ازاي. لايك للفيديو ويلا نبتدي الفيديو بتاعنا. اول حاجه هعملها في الفيديو بتاعنا هشغل كده اذاعه القران الكريم. طبعا بحب اجيب قناه مكه المكرمه واحنا نشوف الكعبه كده قدامنا على طول. بسمع ان النظر بس للكعبه عباده، فاحنا باصين للكعبه وكمان سامعين القران ومركزين فيه، فاكيد طبعا بناخد ثواب كبير جدا. بلاش خالص تشغلوا اغاني وانتوا بتنظفوا، خصوصا في الايام دي، يعني الايام بتوع العشرة ذو القعده. لو بتنظفي تنظيفه رمضان لو عادي يعني بتحبي تسمعي اغاني، بلاش في الايام دي. حاولي ان انت تسمعي قران، شغلي قناه دينيه بتقول احاديث، بتقول اي حاجه تستفادي منها او تاخدي منها حسنات، خصوصا ان احنا في افضل 10 ايام موجودين. الايام ديت فضلها كبير قوي للي يقدر ان هو يصومها او يقرأ فيها قرآن، يدعي فيها. الدعوة فيها ان شاء الله مستجابة، وخصوصا يوم عرفة بيكفر ذنوب سنتين، وكمان الدعوة فيه بسمع ان هي بتكون مستجابة. ربنا يا رب يستجاب لدعوتنا ونحقق يا رب اللي نفسنا فيه، ويجعلنا من المقبولين دعواهم في الايام ديت. هقول لكم انا عملت ايه. اول حاجه عملتها طبعا شلت السجاده، نفضتها مكانها، وهبتدي بقى ان انا اكنس الاوضه كويس جدا، وكمان نفضت الركنه كويس جدا والكراسي، وشلت الشلت وشلت الركنه نفسها وكنست تحتها كويس جدا. دي اللي هي التنظيفه العميقه، وفي نفس الوقت احنا مش هنبذل مجهود جامد جدا زي التنظيفات العميقه بقى اللي فيها تصبين وحاجات كتيرة، بس في نفس الوقت احنا هنعمل كل حاجة في التصبين العميقة. يعني شلنا السجاد كنسنا، هنمسح، هنلمع الحيطان، هشيل طبعا الستارة ديت كمان وهغسلها. لو عندك ستاير عايزة تتغسل طبعا تشيليها وتغسليها، الجو حر مش بياخدوا وقت، ممكن تغسليها وتنشف وتلبسيها في نفس اليوم. المهم ان انا بقى فكيت بقى طبعا الستاره، شايفين المواسير طبعا عماله تقع ازاي. المهم بستسهل بقى، بدل ما اجيب السلم واقعد اجيب السلم واشيل السلم، فعلى ايه هو بالمقشه كده، وبجيب المواسير بتاعت الستاره، افك الستاره وهوديها تتغسل، عشان طبعا احنا هنفرش قبل يوم عرفه. يعني يوم عرفه دوت يوم للعباده فقط لا غير، قبل المغرب للعباده، وبعد المغرب بقى استعدادا للعيد. مفيش تنظيفات يا جماعه، استحاله حد ينظف في يوم عرفه. يعني ده يوم اقعدوا ان انتوا تصوموا طبعا اليوم دوت وتعبدوا ربنا فيه. فانت يا دوبك بقى تلحقي تخلصي، قدامك حوالي اسبوع اهوت. كل يوم خدي حاجه، مش هقولك تكتري الشغل كله عليكي في يوم واحد، لا، كل يوم اعملي حاجه زي كده. كل اوضه امسكيها بحيطانها بكل حاجه، بستايرها بسجادها، بحيث ان انت لما تسيب الاوضه ديت تكون خلاص مش محتاجه اي حاجه تانية غير انها تتفرش. طبعا فرشت السجاده تاني، هتشوفوا معايا دلوقتي في الروتين. هي بس الستاره اللي هتتغسل، واول ما هتنشف على طول هركبها. يعني انا ما هصدق ان انا اخلص من اوضه اصلا بعد ما لمعت طبعا الحيطان. والحيطان بقى بصوا بقت بتلمع كده. انا حاطه اصلا الكروكس اللي هو 4 في 1 اللي كنت مصوراه معاكم، يخلي ريحه المكان كلها بقى كده تعقيم. هاخد الاوضه كلها تلميع تحت الكراسي وتحت الركنه.
طبعا لو الارض عندك متوسخه قوي ممكن ان انت تصبني. التصبين بتاع البلاط يعني مش هياخد معاكي وقت، بس الحيطان انا اكتفيت ان انا عملتها بالمساحه بتاعه الموب ونتفت جدا معايا. هو اصلا بينظف الارضيات والحيطان كويس جدا. في الفيديو اللي فات كنت فكيت معاكم الاكياس بتاعه المخدات، طبعا هغسلها. ولسه بقى وانا بفرش الستاره نبقى نفرش برضو المخدات اللي كانت بتتغير معانا. هرص بقى كده المخدات على الركنه بعد طبعا ما اتنفضت كويس جدا. بقيت بصوا الاوضه بقت زي الفل يا جماعه، والله العظيم انا مستخسره ان حد يقعد في الاوضه. المفروض الاوضه دي تتشمع ما تتفتحش غير يوم الوقفه. المهم بقى بعد ما رصيت المخدات تعالوا نشوف بقى الديكورات اللي احنا شاريينها ازاي هننسقها مع بعض. حاولي لو عندك ارفف، عندك مكتبة، الرف اللي تستخدمي فيه لون يعني توحدي الالوان او تحطي الوان ايه مقاربة كده مع بعضها. يعني أنا الرف الاولاني حطيت فيه اللون اللي هو الازرق، البروازين دولت كانوا باللون الازرق، وحطيت الزرعة اللي هي بتاعت ايكيا وسندتها بالشكل الديكوري اللي موجود معانا ده. الرف اللي تحتيه بقى كله ابيض وجولد، البرج والبرواز برضو الجولد والشمع الابيض، كالالوان متناسقه مع بعض. الترابيزه اللي هي بتاعه الركنه هلمعها بالملمع اللي هو بتاع الخشب. طبعا الترابيزات ديت بتتلمع كل يوم يا جماعه، بس هو كده كده احنا بنعمل الروتين فنلمعها. دي حاجه يعني ما فيهاش كلام، طالما عندك حاجه لونها ابيض او اسمر لازم يتلمعوا كل يوم. لو مش متوسخه طبعا ونلمعيها بالوايبس عادي، بس انا طبعا عشان بنضف هلمعها بالملمع بتاع الخشب. وهي كان فيها بقى محمد كان بياكل عليها الكورن فليكس فكان موقع عليها لبن. المهم ان انا هلمعها كده تلميعه سريعه، وتعالوا نشوف هننسق الديكور بتاعها ازاي. الترابيزه بيتحط عليها ممكن فوزه، ممكن كتاب الديكور، اي شكل ديكوري، الفانوس بتاع رمضان. بس انا من ساعه رمضان وانا عاينه الفانوس حاسه اني زهقانه من الديكور ده. طبعا لازم نغير كل شويه في الديكور، فانا مش حابه ان انا احط الفانوس دلوقتي خالص، وكمان عشان مالك ومحمد ما يتلخبطوش ويفتكروا ان دوت العيد اللي بيجي بعد رمضان. المهم بقى بعد ما خلصت كده تنسيق الترابيزه زي ما شفتوها، حطيت عليها الكتاب الديكور والشمع والشكل الديكوري اللي هو المعدن. ابتديت ان انا اعطر الاوضه، وانتي بترشي المعطر رشيه على المخدات بتاعه الركنه، على الركنه نفسها، على الستاير، ما ترشوهوش على الجو وخلاص عشان الريحه تفضل ثابته معاكي لاطول وقت. المهم بقى ده شكل كده الديكور من بعيد، دي شكل المكتبه وده شكل الارفف. ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا بيه، وانتظروني في فيديو تاني جديد.